السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ام فاروق الحلويات. جينا اليوم للحلويات ان شاء الله. غادي نبدا بالتشيريك تاع الطلا. شيرات ننصحكم الكاطو الاول تبداو بالطلا باش ينشف لكم وتكلاسيه في لي بواط تاعو. صاي هاي الفرينه مغربله عندي. دوك نقول لكم المقادير. عندي عبيره تاع كاس قل 2 صباع مارغرين دايبه، كاع قل 2 صباع حليب، ودوك نعبر ثاني الزيت. وعندي الفرينه بطبيعه الحال ولافاني وشويه خماره، ودوك نلمهم قدامكم. بالنسبه للحشو باين ندير تشرح بالكلاصاج وفيه الحشو. عندي 2 كيسان كيما هكا تاع كاوكاو بيض دوك نطحنو، وعندي كيله ما بين دوك نطحن اللوز وقرقاع، كيله ما بيناتهم، النتيجه تجي 3 كيلات. نلمهم بالقشور تاع الليم والمزهر والسكر بطبيعه الحال. دوك نبدا بسم الله. دوك انا كاع نوخر عليكم هذا الطحين تاع الاشوار وكاع ما نقويش عليكم الفيديو. نبداو على بركه الله. كاس مارغرين دايبه، كاس حليب، نعبر كاس زيت. بغيتي تعمري الكاس عمري، تبعي كاع ليزانغريديون معمرين. انا مبغيتش نعمر الكاس، بغيت نكمل. بون نديرو شويه لافاني وشويه ملح. هاهي قرصه تاع الملح، وهاهي شويه لافاني. حكوا شويه هادو كملوا هذيك الفرينه. عندي مغرف صغيره تقدري ما ديريهاش تاع سكر كلاصي، خاطش هذا غادي نديرو بطله دونك لا نسكروه. هنايا الخماره تاع لاليفيغ شيميك والسكر كلاصي كيما طلعت، كيبقى الاختيار عندك، بغيتي ديريها بغيتي ما ديريهاش. وهنا تلمي حسب شا غادي يرفد لك هاد السوائل. ما عندهاش كميه محدوده تاع فرينه. غطوها خلوها تريح. كيما قلت لكم عندي 3 كيلات تاع لي كونكاسي ما بين لوز وقرقاع وكاوكاو. دوك نجيب الاشواط تاعي نطحن لافاغس ونوريها لكم. شيلات كملت مع العجينه خليتها تريح. ودرت لي كونكاسي تاوعي كاع طحنتهم في الاشوار. عندي كيما قلت لكم هنايا 2 كيلات كاوكاو، كيلة ما بين قرقاع ولوز. واخرها من الجهة. عندي شوية تاع لافاني، عندي كيلة تاع سكر بطبيعة الحال. هاي مغرف تاع مارغرين، قشور الليمون، كيلة تاع سكر، نرش عليهم المزهر. خاصني مارغرين، راه باقي لي الدايب تاع الكاطو اللي لميت بيه الكاطو. انا ما نطيقش ندير كاع اللوز ولا غير بيستاش قرقاع، ما نطيقش. راهم غاليين هاد الصوالح. كل غسات زعما وندير فيها شويه تاع قرقاع مع شويه تاع لوز، غير نعاون بها صاي. الكاطو اللي يطلب غير الكاوكاو صاي نديروه بالكاوكاو. غادي نخليها شويه مفرفشه.
دوك نغطيها، نجيب الميزان تاعي، نوزن العجين ونوزن لافارس ونبداو. شيرات هاي العجينه تاعي ريحت، دوك نوزن قدامكم. ندير في العجينه 25 حتى 26 غرام، ولافارس غادي ندير فيها 16 ولا 15. هادي 25. هادي العجينه اللي غادي دير لنا حبه الشارك من يكون فارسي وكاع يكبر الحجم. باين لكم هاهي 26 فيها، نقلها غير شويه معليش 25 26 كاع كيف كيف. دوك نكمل كاع هاد العجين ونرجع لكم. البنات راني كملت العجين وزنته كاع 25 غرام. دوك نبدا في لافارس، غادي ندير فيها 15 ولا 16. هاي 15. شوفي يجي الحجم صاير. دوك تاني نكمل كاع الكوير تاع لافارس تاعي ونرجع لكم. بنات كملت كورت كاع العجين تاعي، كورت لافارس ها هي وينه. دوك نبدا حبه قدامكم، نبدا بسم الله. نبدا حبه قدامكم نحلها بالحلال، نحلها طول. عندي انا الطابع يساعدني ندير به الهلالات. نحلها طول هكا وندير فيها واحدة لافارس هكا. دوك نديرها في الطابع تاعو، يساعدني هذا البابي فيلم اللي درتو. تقلبوا هكا باش تجيكم الزي اللي من هنا يجي شباب. شوفوا مبتدئات ويديروهم ساهل، كاين اللي يجي هادشي راك صعب حتى ويشد لها الوقت زعما. ها يا درا شيرت الشكل شباب ساهل، اي وحده ديرها في وهي واقفه تكمل معها. تحلو هكا شويه هاك، ركزوا على الطول. اول حبه وديروا لافارس تاعكم هكا على شكل الهلال. شوفوا تبعوا هذه الطريقه، يعني عندها زوج طوابع من هادو بالخف تكمل ليه تكمل كاطوها. تشوفوا دوك نزيدكم الحبه الثالثه. ما نطولش عليكم الفيديو ونعمل لكم الشكل كي نكمله. بلا ما طيبناه ودرنا له كلاصاج. المهم ديروا الميزان، ولا كاش عبيره عندك في الدار، عبيره العجين تكون كبيره على لافارس. درت انا 25 غرام في الحبه، ولافارس درت فيها 15. حرزوا روحكم خاطر تجي الحاشيه هنايا لتحت.
خواتاتي دونك نكمل كاع البلا ونجي نرجع لكم. كملت البلا تاعي، دوك نديرو يطيب في الفرن على درجه 140 حتى 150 درجه. نزيد البلا الزوج نوريكم الطلا تاعي كي داير. انا جبت الطلا تاعي نعبر غير بالكاس ولا قله يقعد لكم، هذا ما نعمروش، نتبع العبيره. عندي كاس تاع مزهر، عندي كاس تاع حليب، تبع العبيره تاع المزهر، وعندنا كاس تاع الزيت. نورينا معنا رشه تاع لافاني باش دير لنا الطلا تاعنا درنا شابه. ونبداو نديرو غير مغارف، نحك بيدي الطلا ومن بعد نزيد. زدت حليت صغاشي شيرت، مين خفت نقصت من السائل اللي كان عندي، نقص شويه من الزيت والهاوينه، بلعت شويه خليط من الزيت ولا المزهر ولا الحليب، حتى نشوف لي يطبني ولا لا. ياخذ بزاف هذا، مش كيما بكري كنا نديرو غير ليمون ونضربو سكر كلاص. كي راني نديرو الزيت عبيره زيت وعبيره حليب وعبيره مزهر غتجينا قاويه غير تدي. طيب هاكا نسيل حبات الوالا ومن بعد نزيد لبن زيت. هاكا راه ثقيل، كنت فوق الحبه هاي. راني انتقلت الكلاصاج تاعي، ها الكاطو تاعي هنا طاب. سيو الحبه الاولى كي ديريه ثقيل يشد لك، وغادي يهود لك احنا في البلا وتهوديه. كنت ديريه بكولون متحيريش طليه وحده، بصح الابيض لا تطلي وتعاودي. هذا هو الثقل تاع الطلا اللي يجيك ناجح. ندير فوق البلا، هذا اللي هو اللي كاع في البلا نعاود نرجعه غير بشويه تطلي كاع حباتك. المهم الكلاصاج يجيك ثقيل ويجيك بريي. نكمل في كل حبه هنايا تحت ندير شويه عقاش. ها هو العقاش عندي، كي نحس بلي قضب لي الكلاصاج ندير شويه عقاش. كلاصاج صعب يلقي تبدايه هو الاول، هادشي ما يجي ينشف وما يجي حسي بلي صاي ما يخصش يقلق تعاودي له. دير غير شويه قدامكم، غير هنايا في القرط غير شويه ما نبسلوش. دوك نكمل ونرجع.
خواتاتي كملت التشيرك تاع الطلا. ها وينه نقسم لكم حبه. نقسم لكم حبه. شوفوا كي جا، شوفوا البنات جا شباب، جا طري ما شاء الله. تبعوا الوصفه وتبعوا الطليه كيما درتها، وان شاء الله تنجح لكم الكيفيه. والى اللقاء، ودعموني باللايكات والتعليقات، وصحة سحوركم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم